إذا شفنا دلوقتي أي استقبال سياسي لمصر غالبا بيكون في قصر القبة، وإذا كنت عايز تتفسح في القاهرة فمفيش أحسن من وسط البلد أو التحرير أو كوبري قصر النيل أو مدينة بورسعيد أو الإسماعيلية وتفسح فيهم. أغلبية بقى الحاجات دي اللي عملها أكثر الشخصيات جدلية في تاريخ مصر الحديث، وهو الخديوي إسماعيل. في قصة إنسان النهاردة هنتكلم عن شخصية الخديوي إسماعيل، بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. في يوم الاثنين 31 ديسمبر 1830 تولد خشيار هانم طفل لجوزها إبراهيم ابن محمد علي. ده كان في قصر المسافر خانة، والطفل ده اتسمى إسماعيل، وكان الابن الوسطاني لأبوه، لأن أبوه كان عنده طفل أكبر اسمه أحمد رفعت وطفل تاني أصغر منه اسمه مصطفى فاضل باشا. كان إسماعيل ذكي جدا، اتعلم العربي والتركي وكمان الفارسية، ده غير طبعا إن هو حفظ القرآن، وكمان كان بيحفظ أبيات من الشعر، واللي كان بيعلمه حفظ أبيات من الشعر هو أبوه إبراهيم باشا. فكان بيقول له ان انت لو حفظت 3 ابيات كل يوم من كتاب التحفة خليك ان انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، وهي ركوب الخيل. كان برضو ليه مكانة كبيرة جدا عند محمد علي جده، لان هو ابن اعز ولاده اللي هو ابراهيم باشا ودراعه اليمين، ده غير طبعا ان هو ذكي وطموح زيه. المهم جاله هو عنده 10 سنين مرض في عينه، فطلب ابراهيم باشا ان هم يجيبوه على دمشق، لان هو كان بيعمل حاجات في سوريا بناء على اوامر محمد علي ابوه. بعد كده سافر على فيينا عاصمة الامبراطورية النمساوية، وبسبب الحروب بتاعت إبراهيم باشا ومحمد علي ضد العثمانيين ده خلى مصر دولة قوية، وكمان ليها مكانة دولية كبيرة جدا، وكمان كانت خلاص كانت قربت ان هي تخش على اسطنبول، وكانت هتقضي على الإمبراطورية العثمانية. علشان كده كانت الدول كانت بتحاول ان هي تتقرب لأسرة محمد علي من خلال إسماعيل اللي جاي عشان يتعالج في فيينا. وبسبب كده انتقلت الإمبراطورة الأم مرتين من القصور علشان الجو ما كانش مناسب لإسماعيل للشفاء بتاعه، لأن هي كانت المسؤولة عنه، وتعلم الفرنساوي، وهناك راح وشاف التجمعات الراقية في نمسا. انبهر الناس بيه وبأناقته، وكمان قدر ان هو يفهم العقل الأوروبي كويس جدا. راح بعد كده علشان يستكمل دراسته على باريس. بعد كده اتولى عباس حلمي الأول حكم مصر، فبعد كده راح على اسطنبول بدل ما يرجع على مصر، علشان عباس حلمي الأول كان بيكره عمه إبراهيم وولاد عمه كمان، وكان عنده عداوات كتيرة جدا في الأسرة العلوية. والمهم بعد كده مات. اتولى سعيد باشا عم الخديوي إسماعيل الحكم، ولما رجع على مصر مع عمه بدأ في الشغل مع الحكومة مع عمه سعيد باشا. كان بيحبه وكان واثق في قدراته وفي ذكائه، بس عمل سعيد باشا حفلة في اسكندرية، ما راحش إسماعيل الحفلة دي، والأمراء كانوا راجعين من اسكندرية على القاهرة بالقطر، فالقطر غرق في النيل ومات أخوه الكبير أحمد رفعت باشا، واللي هو كان المفروض اللي يحكم مصر بعد سعيد باشا. فبالتالي بقى إسماعيل هو الولي العهد اللي هيجي بعد سعيد باشا. ده غير بقى ان هو تولى نيابة سعيد باشا لما هو سعيد باشا راح على سوريا 1859، والمرة التانية لما راح المدينة النبوية 1861. أما بقى في سنة 1863 وبالتحديد 18 يناير مات سعيد باشا، وبقى هو الوالي على مصر، وراح على اسطنبول واخد فرمان توليته لحكم مصر، ودعا السلطان العثماني عبد العزيز ان هو لازم يزور مصر. وفعلا قبل عبد العزيز العرض ده، والاول مرة تحصل ان السلطان العثماني يجي على مصر بعد سليم الاول لما اخد مصر من المماليك. وعبد العزيز وهو ماشي من مصر اخد معاه سفينة مليانة بالتحف والهدايا اللي هداها له اسماعيل باشا، ده غير طبعا ان هو ادى 60,000 جنيه للصدر الاعظم بتاع السلطان العثماني، لان في الوقت ده اسماعيل كان مدرك ان السلطان العثماني كان خايف من مصر، وخايف من التطور والنمو اللي هي فيه من بعد اللي حصل ايام محمد علي لما كان هيدخل اسطنبول وكان هيسقط الامبراطوريه العثمانيه. بس لازم يشيل العداوه دي، وعلى الاقل يكون في حياد ما بينهم هما الاثنين، لان هو مش متوقع ان هو يكون حليف ليه، فبالتالي على الاقل ان هو يكون محايد وما يأذيهوش. فبالتالي استخدم طريقه الهدايا والرشاوي علشان يحيد بيها السلطان العثماني. وصلت فلوس الهدايا والرشاوي ل 12 مليون جنيه في اخر عهد الخديوي اسماعيل، ده غير طبعا ان هو زود جزية مصر علشان يجامل السلطان العثماني علشان يديله فرمانات علشان يقدر ان هو يستقل بحكم مصر. وفعلا ده حصل في فرمان 1883
73 لما قال ان مصر مستقلة ولكن بشروط ان هي ولا تتمثل دبلوماسيا، يعني ما يكونش عندها سفارات، ولا ان هي تعقد معاهدات سياسية، وكمان لازم ان هي تدفع الجزية بتاعتها السنوية. اما اهم فرمان اخده سنة 1872 لما اداله حق الاستدانة من غير ما يرجع لإذن من السلطان العثماني. بعد كده هنا حس اسماعيل ان هو استقر واستقل بحكم مصر، فبالتالي بدأ ان هو يبني في مصر بشكل كبير جدا. وهو اساسا لما راح زيارة لباريس سنة 1867 شاف التجديدات اللي حصلت في باريس لما امبراطور نابليون الثالث عمل تجديدات كبيرة جدا في باريس وخلاها مدينة كبيرة جدا ومتطورة. فعلشان كده اسماعيل قال انا عايز اعمل مصر تبقى باريس الشرق، وفعلا خد التخطيط بتاع باريس وبدأ ان هو يعمله في مصر، وعمل القاهرة الخديوية اللي كانت بتمتد من كوبري قصر النيل، وده كان اول كوبري حجري يحصل في مصر في القاهرة، وامتدت لغاية العتبة. وكمان بنى قصر عابدين وقصر القبة وقصر الزعفرانة وقصور تانية كتيرة جدا. ده غير ان هو عمل حديقة الحيوان اللي هي اول حديقة في الشرق الاوسط واول حديقة في الوطن العربي. ده غير طبعا عمل حدائق للنباتات زي حديقة الأورمان. ده غير طبعا ان هو عمل ميدان التحرير، وكمان عمل حي الأزبكية اللي لازم يكون زي شوارع الشانزليزيه في باريس، وعمل الأوبرا الخديوية والميدان بتاعها اللي حط فيه تمثال أبوه إبراهيم باشا. كان أول عرض يتعرض في الأوبرا الخديوية كان أوبرا عايدة، وأساسا أوبرا عايدة دي كانت أول مرة تتعرض كانت في الأوبرا الخديوية، كانت معمولة خصيصا لافتتاح الأوبرا الخديوية. ده غير ان هو جدد الإسكندرية وحلوان، وعمل مدينة الإسماعيلية وكمل مدينة بورسعيد، وكمان كبر خطوط القطر وخطوط التلجراف في مصر علشان تكون مصر هي تاني دولة في العالم من بعد انجلترا تعمل القطر وخطوط التلجراف. عمل مجلس النواب سنة 1866 علشان يكون زي الدول الأوروبية والبرلمانية، وخلى رأيه استشاري في الأول، بس بعد كده بقى دوره كبير جدا وبرلماني، قدر ان هو يشيل حكومات، وقدر ان هو يعمل أول دستور في مصر سنة 1879. ده غير طبعا ان هو عمل مجلس النظار اللي هو دلوقتي مجلس الوزراء، وعمل كمان 4 محاكم مختلطة. المحاكم المختلطة دي شايف ان في ظلم كبير جدا بيحصل للمصريين في القضايا بتاعتهم مع الأجانب، لأن في المصريين في الوقت ده علشان ياخدوا الحكم في القضايا بتاعتهم مع الأجانب كان لازم يروحوا للقنصليات، وفي القنصليات كان القضاة أجانب، فبالتالي كان في إجحاف جدا للمصريين. فعلشان كده قال ان هو لازم يعمل محاكم مختلطة يبقى فيها مصريين وأجانب علشان يقدروا ان هم يحكموا كويس للمصريين وللأجانب، وكان من المحاكم دي هي دار القضاء العالي. ده غير طبعا إنجازاته الكبيرة جدا في التعليم، وعمل أول مدرسة للبنات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، وكانت المدرسة دي على طلب من مراته جشم إفت هانم. بعد كده عين علي مبارك وزير للمعارف اللي عمل طفرة كبيرة جدا في التعليم، وعمل مدرسة دار العلوم اللي هي كلية دار العلوم دلوقتي علشان تخرج مدرسين عربي يكونوا قادرين ان هم يعلموا الطلاب بشكل كويس، بحيث ان هم يكتفوا بس بالابتدائية وبعد كده يشتغلوا في الحكومة بالابتدائية. ليه؟ لان كانت الابتدائية في الوقت ده كانوا بيديهم الشعر والإعراب والبلاغة وكل الحاجات اللي ممكن يتخيلوها. ده غير طبعا ان هو كبر الجيش بشكل كبير جدا، وعمل حفلة افتتاح قناة السويس سنة 1869، الحفلة الكبيرة جدا اللي حضر فيها ملك فرنسا وملكة فرنسا الملكة أوجيني، وكمان حضر فيها ولي عهد انجلترا ومراته الأمير إدوارد ومراته، كمان حضر ملوك ونبلاء من مختلف دول أوروبا. فكان حدث سياسي كبير جدا علشان يفتتحوا قناة السويس. بعد كده الملكة أوجيني حبت ان هي تشوف الأهرامات، فعمل لها طريق للأهرامات اللي هو شارع الهرم علشان تقدر من خلاله ان هي تركب العربية بتاعتها وتشوف الأهرامات. وكمان عمل صحافة كبيرة جدا، ويمكن من أشهر الصحف اللي اتعملت في عهده هي صحيفة الأهرام اللي ما زالت وحتى الآن موجودة في مصر. أما بقى في سنة 1875 حصل إن هو بعد ما توسع في منابع نهر النيل وصل لغاية أوغندا وأخد بحيرة فيكتوريا وألبرت، فكان المفروض إن هو كان هيحارب الحبشيين علشان يضم المنطقة بتاعتهم للمملكة المصرية، بس لأن أوروبا ساعدت الحبشة علشان الخديوي إسماعيل ما يكسبش في الحرب دي. ليه؟ لأن هم كانوا شايفين إن هو تهديد كبير عليهم، لأن هم شافوا إن هو زي محمد علي لما حاول إن هو يتوسع وياخد أماكن هم عايزين يستعمروها.
وغير كده كمان هو بيحاول ينافس مكانتهم الدولية. وفي نفس السنة عملوا بعثة كييف المحاسب الانجليزي، وفضلوا ان هم يتدخلوا في حكم مصر بحجة الديون علشان تكون ذريعة بعد كده للاستعمار، علشان هم ادركوا حاجة مهمة جدا، ان مهما حطوا قيود على مصر هيجي حد يشيلها زي الخديوي اسماعيل ويمكن ينافسهم بعد كده. فعلشان كده قالوا احنا لازم نستعمرها علشان ما حدش يقدر ان هو يشيل القيود دي بعد كده، ونحافظ على مكانتنا الدولية. ده غير اساسا ان فكرة الاستعمار كانت موجودة اساسا عند انجلترا من ساعة محمد علي باشا سنة 1807 لما حاولوا ان هم يحتلوا مصر مع حملة فريزر. بس المهم حاولوا ان هم يضغطوا على السلطان العثماني، فعزل محمد علي الصغير اللي هو الخديوي اسماعيل. سافر هو وزوجاته وجواري بتوعه، وكمان سافر بيه اولاده وراح على نابولي. بعد كده سافر بعد كده على اسطنبول، وقعد في قصر اللي اتحدد فيه اقامته لغاية ما مات، اللي هو قصر امير جان، ومات 2 مارس 1895. وبعد كده اتنقل جثمانه لمسجد الرفاعي علشان يدفن في مصر. زي ما شفنا في الادب وفي السينما وفي المسلسلات صوروا الخديوي اسماعيل على انه بيحب الستات، وان هدفه الترف، وهدفه ان هو ياخد قروض وبس علشان مصلحته، وهو سبب احتلال مصر بسبب الديون اللي جابها عليها. وحصل الاحتلال ده سنة 1882. بس النظرة دي غير موضوعية على الإطلاق، لأن زي ما شفنا لكل حاكم له ما له وعليه ما عليه. وكده تكون حلقتنا خلصت. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.